السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا معانا كده دايما بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا بيمر بيه الاف من البيوت المصرية. امتحانات حبايبنا واخواتنا الصغيرين، امتحانات الثانوية العامة. النهاردة كده جاية لهم بحوالي كده 5 نصايح هتفرق معاهم ان شاء الله كده، وباذن الله كده يحققوا كل اللي بيحلموا بيه ويوصلوا لاعلى كده مراكز العلم، ويحققوا احلامهم واحلام اهاليهم. وان شاء الله كده كلنا نفرح بتفوقهم وبنجاحهم وبتقدمهم باذن الله. اول حاجه انا جايه اقول لك اهم حاجه واهم نصيحه هقدمها لك النهارده. اول حاجه الثقه بالنفس. خليك واثق من نفسك، متخليش اي حاجه تهزك. الثقه بالنفس اساس النجاح في كل شيء، في امتحانات الثانويه العامه وغيره. لازم تكون واثق من نفسك ومن قدراتك. صامدون، لازم كلنا نبقوا صامدون، معا صامدون. انتوا ان شاء الله كده اقوياء، وتعبتوا كلكم، تعبتوا كلنا، تعبنا وكلنا ذاكرنا، وماما تعبت وودت وراحت وسهرت معاك وودتك الدرس وودتك المراجعة. بابا تعب، صرف و... وشال همك ماديا ومعنويا. كلنا تعبنا، كل افراد الاسرة تعبت. فان شاء الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خليك اولا واثق في الله، الثقة بالله، ثم الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أساس وسر النجاح. ما تخافش من حاجة، خلاص أنا عملت اللي عليا، ماما عملت اللي عليها، بابا دفع وصرف وشقى وتعب وعمل اللي عليه، فخلاص احنا عندنا ثقة كده بالله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنا واثق فيك يا رب إن أنت مش هتضيع تعبي، ومش هتضيع مذاكرتي، مش هتضيع صحياني بدري، مش هتضيع تعب ماما وخوفها وقلقها عليا، مش هتضيع شقى بابا عليا. اكيد يا رب انت هتختار لي الخير وهتعمل لي كل ما هو خير. عسى تكرهون شيء وهو خير لكم، وعسى تحبون شيء وهو شر لكم. ان شاء الله ربنا هيحطك في المكان المناسب، هيوظفك في الحاجة الكويسة، هيلهمك وهيوفقك انك تحل وتنجز عشان تفرح وتفرح ماما وتفرح بابا. وافتكر دايما ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. والحمد لله ولله الحمد، كلكم تعبتوا وكلكم احسنتوا العمل، كلكم ذاكرتوا ورحتوا وجيتوا، وخلاص فاتك كتير، ما بقاش الا القليل. اصمدوا، خليكم اقوياء، عندكم ثقة في النفس. انا واثق من نفسي، واثق من معلوماتي، واثق. خلاص هقعد هفتح كتابي، هذاكر، هجمع افكاري. خلاص هقعد كده بكل ثقة وبكل حب. خلاص انا قربت اوصل لحلمي، حلمي قرب، هدفي قرب. اكتب كده او اكتب او اكتبي على مكتبك كده، خلاص فاتك كتير، ما بقاش الا القليل. هتعب وهنجز وكل وقت وكل لحظة مش هضيعها. خلاص انا اكون او لا اكون. اكتبي كده مقولة في ورقة وعلقيها على مكتبك، علقها على مكتبك، اكون او لا اكون. خلاص انا قاعد ومفرغ نفسي وعندي ثقة في الله ثم في نفسي ان ربنا مش هيضيع تعبي ولا تعب ماما ولا تعب بابا معايا. تاني حاجة، تاني نصيحة معانا لحبايبي واخواتي الصغيرين، طلبة وطالبات الثانوية العامة. هيئي لنفسك الوقت والمكان. اختاري كده احسن اوضه عندك في المنزل، وكل بقى افراد الاسره هيساعدوني في كده. هختار اكتر اوضه فيها تهويه جيده، هفتح كده الشباك الاوضه او البلكونه بتاعه الاوضه، ادخل الاضاءه، ادخل طاقه ايجابيه، ادخل النور. هقعد، انا عندي ثقه في الله ثم في نفسي، هيأت المكان المناسب. اقعد بقى اظبط وقتي. خلاص انا وقتي من ذهب، وقتي ثمين جدا جدا جدا. انا وقتي ده اللي هيوصلني لهدفي، هحقق حلمي، حلم بابا، حلم ماما، هبقى كده عضو فعال في المجتمع. خلاص انا فاضل على حلمي تكه، فانا خلاص مش هضيع اي ثانيه، كل ثانيه في وقتي انا عندي غاليه. مش هقعد افكر بقى واضيع، لا خلاص انا هركز، هجمع افكاري، هجمع معلوماتي، هجمع ملازمي، هجمع كتبي، اي معلومه. خلاص انا هنسى كل حاجه، هبعد عن اي حاجه وهركز في اللي انا فيه. ركز في هدفك، ركز في حلمك. خلاص حلمك فاضل عليه تكه. تالت حاجه من النصايح اللي بقدمها لاخواتي وحبايبي طلبه الثانويه العامه، ما تفكرش ولا تفكري احنا هنروح فين بعد الامتحان ومجموعنا هيودينا فين. ما تفكرش انت هتروح فين بمجموعك. انت دلوقتي مركز في هدفك، مركز في حلمك. هروح فين، مجموعي هيوديني فين، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انا اعمل اللي عليا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انا عملت اللي عليا وخلاص.
كل اللي عليا انا عملته، رحت وجيت وسعيت وذاكرت وقمت بدري وبقالي سنه كامله متكامله انا بسعى ورا هدفي وحلمي. خلاص يبقى ما افكرش انا هروح فين، دي بتاعت ربنا ان شاء الله. خليك واثق كده، احنا اول ما بدأنا كلامنا قلنا الثقه في الله. انا واثقه فيك يا رب ان انت ان شاء الله هتوديني المكان اللي انا هتوفق فيه. خلي عندك الثقه واليقين ده. ربنا بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فاحسنوا الظن. نحسن الظن بالله، لان الله بيقول انا عند ظن عبدي بي. انا واثقه فيك يا رب ان شاء الله ان انت هتوظفني وهتوديني المكان المناسب ليا والقدراتي واللي هقدر احقق فيه ذاتي. في حته هروح فين، مجموعي هيوديني فين، دي مش قصتي، سيبها على الله. ان شاء الله ان انت هتروح في احسن مكان اللي ربنا هيختاره لك. زي ما قلنا عسى تكرهون شيئا وهو خير لكم، وعسى تحبون شيئا وهو شر لكم. مش شرط انت هدفك كليه معينه، او بابا عايز كليه معينه، او ماما نفسها في كليه معينه. لو انت ما دخلتهاش يبقى انت كده فشلتي. لا، انت تنجحي في اي مجال ربنا هيديهولك، اي حاجه ربنا هيقسم لك بيها، او اي كليه او اي معهد ربنا هيقسم لك بيه. اعلمي وادري ان ده الخير اللي ربنا حطك فيه. نعمل ايه بقى؟ نسعى ونفرح باللي يجيلنا، ونحاول ان احنا نجتهد ونتفوق في مجالنا. مش مهم انا رحت كليه ايه، المهم ان انا اتفوق في مجالي، احقق ذاتي في مجالي، ابقى من الاوائل كده في كليتي اللي ربنا اختارها لي، او في المعهد بتاعي. مش شرط عشان يعني انا الكلام ده برضو بوجهه لكل ماما وكل بابا، مش شرط عشان ابنك ما دخلش طب ولا صيدله ولا هندسه يبقى ابنك فاشل. لا، انا ممكن ابني يخش حقوق، يخش تجاره، يخش معهد، بس يبقى متفوق، يبقى عضو نافع. احنا كلنا مجتمع بيكمل بعض. طبعا الدكاتره والصيادله والمهندسين اخواتنا وحبايبنا على عيننا وعلى راسنا، بس احنا مجتمع بنكمل بعض. مش شرط انا ابني ما دخلش هندسه او ما دخلش صيدله يبقى دي نهايه المطاف. لا لا، اهم حاجه يخش في المكان اللي يتفوق فيه. انا اخش احب مجالي، احب مكاني واتفوق فيه. ممكن ابنك يبقى معيد في الكليه، يبقى دكتور جامعه، مش لازم يبقى دكتور في الطب، او مش لازم يبقى مهندس. ممكن ابنك يخش كليه تجاره ويبقى من المتفوقين ومن الاوائل، ويشتغل في احسن البنوك، ويشتغل في احسن الهيئات الحكوميه، وينفع الناس وينفع مجتمعه وينفع بلده ويحقق ذاته. اهم حاجه يحقق ذاته ويتفوق في المجال اللي فيه. نحمد ربنا وما نفكرش ان احنا هنروح فين. طبعا ربنا احنا عارفين وعندنا ثقه بالله ان ربنا هيختار لنا الاحسن، واحنا يعني احنا مجتمع بنكمل بعضنا. احنا محتاجين للدكتور، ومحتاجين للمهندس، ومحتاجين للصيدلي، ومحتاجين للمحامي، ومحتاجين للمحاسب، ومحتاجين للموظف، ومحتاجين لكل الكوادر في المجتمع. فكلنا بنكمل بعض، فما نزعلش على كليه راحت مننا، او مكان معين احنا كنا عايزين نروح وما رحناهوش. لا، نفرح باللي ربنا قسمه لنا، نشكر ربنا، نقول الحمد لله يا رب انت بتختار لكل انسان الاحسن. ممكن انا من وجهة نظري الحاجة دي كويسة، بس ربنا شايف لي الخير في حاجة تانية، هيوظفني في حاجة تانية عشان انفع نفسي وانفع المجتمع بتاعي وانفع بلدي وانفع الناس. تمام كده؟ يبقى تالت حاجة ان احنا ما نفكرش احنا هنروح فين، هنسيبها على الله. رابع حاجة، والحاجة دي مهمة جدا جدا جدا، هتفرق معاكم جدا، بلاش تراجع بعد ما تخلص امتحان. تروح للمستر الفلاني، اروح لزميلتي بعد ما اطلع من اللجنة اقعد اراجع انا حليت ده ازاي، لا انا غلطت في ده، لا انا نسيت السؤال الفلاني، لا انا كنت المفروض احل ده كده، لا حليته كده. لا، خلاص انت دخلت امتحانك، توكلت على الله، سميت الله، قلت بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وتصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من صلى على الرسول صلاه صلى عليه الله 10. ان الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما. هتخش كده هتبدا بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، مفيش حول ولا قوه الا بالله، وهتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عشان الله وملائكته يصلون عليك، تطرح عليك البركه، ربنا يبارك لك في امتحانك وفي حلك. ركز وانت بتحل، هتكتبي الاسئله كده اللي انت تعرفيه هتكتبيه وتحليه. سؤال ما اعرفوش هكتبه عشان ما انساهوش، هكتبه واسيب له مكان عشان لما ارجع اكمل بقيه امتحاني هرجع تاني للسؤال اللي انا ما حليتوش او ما افتكرتش اجابته، احاول فيه واحاول افكر فيه واسترجع معلوماتي، ارتب افكاري وراجع كده وانا جوه الامتحان. بعد ما اخلص امتحاني خلاص انا خلصت امتحاني، رجعت اسئلتي كلها جوه الامتحان، خلاص كله تمام، حليت كله، خلاص استودع الله بقى اللي انا حليته واللي انا كتبته، والورقه اللي انا سلمتها للمراقب استودعها عند الله، ان الله لا يضيع ودائعه.
ما تطلعيش بقى بره اللجنه، بلاش تراجعي بعد اللجنه، بلاش تراجع بعد اللجنه. ما اروحش للاستاذ الفلاني، اروح للاستاذ العلاني، لا زميلتي تقولي تعالي نراجع، لا انت نسيتي الحته دي، لا دي المفروض كانت تبقى السؤال ده يتحل كده، لا انت حلتيه كده. لا، ده هيسبب لك التوتر، وهيسبب لك القلق النفسي والضغط النفسي، وهتبقى قاعد تفكر في السؤال اللي انت نسيته وزميلتك حلته وانت ما حلتوش، في السؤال اللي انت كنت مراجعه مع المستر والمستر يقعد يقطمك، طب انت ما حلتش ليه؟ طب ما احنا مراجعينه. لا خلاص، اللي انتهى انتهى. التفكير في اللي فات قله عقل. انا خلاص ذاكرت الماده، دخلت امتحنتها، سلمت ورقه الاسئله، خلاص انتهى، ما راجعش بقى، لان ده هيأثر على نفسيتك، وبالتالي هيأثر على الماده اللي بعدها. هتفضل تفكر في السؤال اللي ما حلتوش في الماده اللي خلصتها، هيأثر بالطبع على الماده اللي لسه انت داخل تمتحنها. لا انا مش هراجع، انا عملت اللي عليا، خلاص سلمت ورقتي، استودعت ورقتي رب العالمين، ان الله لا يضيع ودائعه، خلاص مش هراجع بقى. اي حد يقول لك يلا نراجع، انت عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله، نحمد ربنا على كل حال، الحمد لله، وما تراجعش بقى مع حد. خلاص انت حليت. هل انت لما تراجع هترجع الورقه تاني وهتحل اللي انت راجعته، او هتصحح الغلط اللي انت عملته؟ خلاص انتهى. التفكير في اللي فات قله عقل. خلاص انا خلاص حليت، هرجع بقى اقول الحمد لله. اللي يسالك الحمد لله، ولله الحمد والشكر. هنعمل ايه بقى؟ نفكر في الماده اللي بعدها. افكر بقى في الماده اللي انا داخل امتحانها، خلاص الماده اللي جايه، خلاص بقى انا الغي بقى كل حاجه وافكر في اللي جاي، ما ارجعش بظهري وافكر في اللي فات، عشان ما ياثرش على نفسيتك وياثر على ثقتك بنفسك. خامس حاجه، وبرده دي حاجه مهمه، التغذيه. لازم تاكل كويس الفتره دي، ما ينفعش انك ما تاكلش، ما ينفعش ان احنا نفسنا تبقى مسدوده. ليه؟ احنا مفروض ان احنا نفرح، احنا عملنا اللي علينا وخلاص، عندنا ثقه بالله وعندنا ثقه في نفسنا. هناكل كويس عشان اركز، عشان اقدر اقعد فترات ساعات مذاكره طويله، اقدر استوعب، ما احسش باجهاد، ما احسش بارهاق. تمام. اشرب عصاير فريش. العصاير الفريش حلوه، هتنشط الدماغ وتنشط المخ، وحاجه صحيه للجسم. لازم تاكلوا كويس وتشربوا عصاير فريش عشان تدي الجسم طاقه، والطاقه دي هتمدك يعني بمجهود، يبقى مجهودك اعلى، يبقى طاقتك اعلى، هتقدر تذاكر بقى فترات طويله، دماغك هتستوعب لفترات طويله. وكمان مع التغذيه الجيده المفروض نحافظ على الاقل قبل ما تخش الامتحان تكون نايم لك من 3 ل 4 ساعات، مش هقول لك اكتر من كده طبعا، لان خلاص ما فيش وقت ان احنا ننام فترات طويله. لا، على الاقل تكون مرتاح ومخك مرتاح قبل اللجنه او قبل الامتحان ب3 4 ساعات، تكون نايمهم كويس جدا علشان تعمل راحه للمخ وراحه للجسم، وتقدر ان انت وانت في اللجنه تبقى مركز وتحل كويس، ما يبقاش فكرك مشتت او تعبان. وان شاء الله كده ربنا يوفقكم جميعا، وتوصلوا كده لكل اللي انتوا بتحلموا بيه، وكل اللي انتوا بتتمنوه، وتفرحوا قلب ماما وتفرحوا قلب بابا، وكل كده الناس تفتخر بيكم ان شاء الله. معا صامدون، احنا بنسعى ورا حلمنا، مفيش حاجه هتوقفنا، وان شاء الله باذن الله كده بالنجاح الباهر والتفوق. واشوفكم كده في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.